حبايبي، ايش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ المهم هنا انا عندي تقريبا شي 4 ديال الليمونات. الا لقيتو الليمون صغير بحال هكا راه احسن. وعندي واحد زيت الكاوكاو او زيت الفول السوداني، وعندي هاد الجليسرين حتى هو راه سوداني، وعندي قرعه خاويه الا كان ديال الدجاج غادي تكون احسن. المهم انا غادي نجيب صفاي وغادي نعصر دوك الليمونات كاملين، وغادي نحيد منهم داك الشتب وهذوك العظيمات، وغادي نجيب واحد المعلقه وغادي ناخد بها زيت الفول. فهمتوا؟ هذا زيت الفول صراحه راه رهيب رهيب رهيب. انا كنصح اي وحده يعني تنوض دابا تمشي للصيدليه وتجيبو تعتمدوا الوجه ديالها، راه غيصفى ليها وغينور وغيعطيك واحد الفعاليه رهيبه 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 للوجه والجسم، وخصوصا للشابات، لان هو زيت الكاوكاو فيه واحد الريحه ما زويناش. بالنسبه للشابات القابلات عن الزواج ينوضوا يعملوا كريمات بالزيت ديال الكاوكاو، راه صراحه ما غاديش ندموا عليه. المهم حبابي، انا هنايا فين نخدتها غادي نخد الزيت والحامض. قدر ما انا كنبقى ناخدو تيعقاد وتيولي بحال شكل كريم، ولكن انا ما فيا ما ينخد. وغادي غير 2 قطيرات ديال الجليسرين، وماشي ضروري في هذه الوصفه راه غير الليمون والزيت الفول راهم كافيين انهم يبيضوا، كافيين يعني ما محتاجين شي عنصر ثالث ولا رابع باش غادي يعطوا المفعول. وما تنساوش تحملوها في الثلاجه باش ما غاديش تخسر ليكم. المهم هنا في الليله البنات انا جيت باش غادي نعمل كريم الجسم ديالي، وبغيت نعمله معاكم وقدامكم بحال هكا. المهم انا هاد الوصفه راه كنت معتمدها من زمان، لكن كنهمل راسي بعض المرات ومع الزواج والولاد وراه عارفين الحياه، وبعض المرات كنتفكرها وقلت علاش ما نشاركها معكم. وصدقوني البنات والله حتى غادي تلقاو نتيجه رهيبه رهيبه رهيبه، وغادي تشكروني عليها. وكنتمنى الى عجباتكم وبغيتوا شي وصفات يعني ديال بلدان تانية وديال انا مشيت شحال من بلاد، الوصفه ديال التبييض ديال بزاف الحوايج، دخلوا عندي التعليقات وقولوها ليا. وكنتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. وكنقول لكم شكرا والله يسهل عليكم، وشكرا على اللي دخل عندي وعمل لي تعليق وجبر بخاطري. الله يجبر بخاطره والله يسهل عليكم ما صعاب. والسلام عليكم وفي امان الله.